3 حاجات لو عملتهم وأنت بتسعر أي عقد إنشائي أوعدك إن الشركة بتاعتك مش هتخسر. أول حاجة إن أنت النهارده لو بتعمل تسعير لأي حاجة بتستورد من بره بالعملة الأجنبية، فأنت لازم تتأكد إن العقد بتاعك متثبت فيه سعر للدولار عشان ما تلبسش شركتك، لأن أنت ممكن تجيب سعر أو أوفر النهارده وبعد بكرة يبقى بسعر مختلف. تاني حاجة لما تيجي تعمل بريك داون للبند بتاعك لازم تقرا كويس جدا الاوفر بتاعك، لازم تقراه وتشوف المقاول اللي انت بتحط سعره جوه البريك داون بتاعك ده، هل هو سعره شامل السعر، شامل حاجات ومش شامل حاجات. اهم حاجة تتأكد ان الحاجات اللي مش شاملة سعر المقاول تكون انت مغطيها في التكلفة بتاعتك وتكون متأكد منها. الحاجة الثالثة والأهم انك لما تكون بتسعر تتأكد كويس جدا او تسيب لنفسك براح شوية في الديوريشن لما تيجي تحسب المصاريف الغير مباشرة على الحاجه اللي انت بتعملها. لازم تتاكد ان الديوريشن دي هتكفي الاعمال دي. يعني لو انت مثلا شغلانه في 6 شهور، انت المفروض ان انت تحسب الاندايركت بتاعك على 8 شهور او 9 شهور تحسبا لاي تاخيرات او لحاجات مثلا لو بتستورد من بره تتعطل، فتطمن في الاخر ان التسعير بتاعك اللي معمول ده ما فيهوش غلطات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير.